العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. دعوة لمتابعة الزراعة حتى الحصاد. دعم الطلاب باللوازم الدراسية في إقليم شمال البحر الأحمر. تل أبيب تتهم طهران وتعلن إحباط عمليات تستهدف إسرائيليين في قبرص. انطلاق عملية تعبئة خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل. أمريكا تخطط لبدء محادثات مع الصين بشأن اتفاقية التجارة. ومن العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم أظهرت إصابة مواطنان من أسمرة بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 8 مواطنين من الإقليم الأوسط من مرض كورونا، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6725. شفي منهم 6663 وتوفي 42 مريضا، فيما لا يزال 20 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 5 أكتوبر 2021. دعا خبير تنمية النباتات في مديرية صنعاء السيد عقبة مبرهتو المزارعين لتقوية المتابعة حتى الحصاد للمزارع التي وصلت إلى مرحلة الإثمار حاليا، وذكر تسجيل أمطار بمعدل 475 ملم في خريف هذه السنة، لكن عدم انتظامها وهطول أمطار مصحوبة بالثلوج في بعض الأحيان أضر بالمزارع في بعض المناطق، مشيرا إلى النمو الجيد للمزارع في أكثر الضواحي. وأوضح زراعة 83% من الأراضي الزراعية بالذرة، و14% بالبقوليات، و3% بالبذور الزيتية، وحجز مساحة 6074 هكتار للمراعي. قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر دعما باللوازم الدراسية ل 550 من الطلاب المحتاجين في مديريات مصوع ودهلك وجندع. وأوضحت مسؤولة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية مصوع السيدة حليمة إنشك أن الدعم المقدم سنويا يهدف لتحفيز الطلاب من أجل متابعة تعليمهم الأكاديمي وعدم مقاطعتها. وأكد أولياء الأمور أن الدعم باللوازم الدراسية للطلاب يساهم أيضا إلى جانب مواصلة التعليم لتحقيق نتائج جيدة. دعا مسؤول النظام والقانون في الإقليم الأوسط العقيد تسفا ميكائيل تسفاتيون أصحاب عربات الكارو لتقديم سلامة الطرق وصحة الأحصنة. وأوضح وجود 820 عربات الكارو التي تحمل اللوحات في الإقليم الأوسط لنقل الإنسان والبضائع، ويتوجب عليها اتباع اللوائح والقوانين الخاصة بها. وقال إن عربات الكارو ممنوع قيادتها من القصر وعدم حمل بضائع بأكثر من 7 كنتال. وذكر أن المكتب يقوم بمتابعة صحة وسلامة الأحصنة بموجب لوائح مكتب صحة الحيوان، ويجب أن يكون الحصان الجاري لعربات الكارو في كامل الصحة وسليما من الإعاقات. ويفيد مكتب النظام والقانون معاقبة 250 عربة كارو بأكثر من 400 ألف نقفة لمخالفات نقص السلامة الصحية وعدم أمان أوضاع الشحنة وخرق قوانين المرور.
سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. مرحبا بكم. نفت طهران اتهامات إسرائيلية ضدها بتدبير محاولة للاعتداء على إسرائيليين في قبرص، بعدما قالت سلطات النيقيوسية إنها ألقت القبض على مسلح يشتبه بتورطه في العملية. وقالت السفارة الإيرانية في قبرص إن مزاعم إسرائيل عن تدبير طهران محاولة لمهاجمة إسرائيليين في قبرص لا أساس لها. وفي وقت سابق اتهمت الحكومة الإسرائيلية إيران بالوقوف خلف ما وصفتها بعملية إرهابية تم إحباطها كانت تستهدف شخصيات ورجال أعمال إسرائيليين في قبرص. وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت إن محاولة اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي تادي ساقي بقبرص لم تكن حدثا جنائيا، وإن ساقي لم يكن الهدف للهجوم الذي أحبط. أعلنت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل والرامي إلى ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا أن عملية التعبئة قد بدأت بعدما كان بناؤه قد تأخر بسبب التوترات الدبلوماسية مع موسكو. وجاء في بيان للشركة المشغلة لخط الأنابيب البالغ طوله 1230 كيلومترا والمقام تحت بحر البلطيق، بدأت عملية دخول الغاز إلى الشبكة الأولى من خط أنابيب نورد ستريم 2. وقبل عملية التعبئة هذه كانت الشبكة الأولى من خط أنابيب الغاز قد خضعت لتجربة ما قبل الوضع في الخدمة للتأكد من سلامتها وفق المصدر. وكانت روسيا قد أعلنت في مطلع سبتمبر إنجاز هذا المشروع البالغ كلفته 10 مليارات يورو، والذي سوف يزيد من الاعتماد الأوروبي على موسكو وفق معارضيها في أوروبا والولايات المتحدة. وأنجزت أعمال بناء خط أنابيب الغاز هذا في وقت ارتفعت فيها أسعار الغاز في أوروبا إلى مستويات قياسية في ظل انخفاض المخزونات قبل فصل الشتاء. قال مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لبدء محادثات مباشرة مع الصين بشأن إخفاقها في الامتثال لبنود ما يسمى باتفاقية المرحلة الأولى التجارية التي تم التوصل إليها في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأشار المسؤول إلى أن ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي ستلقي خطابا حول نهج إدارة بايدن حيال العلاقة التجارية مع الصين. وفي الوقت الحالي تحافظ إدارة بايدن على اتفاقية التجارة التي تعود إلى عهد ترامب، لكنها ستضغط على الصين للوفاء بالتزاماتها بموجب الصفقة. ولم يقدم مسؤولو إدارة بايدن تفاصيل حول الإجراءات المحددة التي قد يتخذونها إذا لم تلتزم الصين. أفادت تقارير إخبارية بأن أكثر من 16,000 صيني تعرضوا لأضرار من جراء الأمطار الغزيرة التي تعرض لها إقليم لياونينغ شمال البلاد. وذكرت السلطات الصينية المختصة بمراقبة الفيضانات والإغاثة في إقليم لياونينغ أن معظم مناطق الإقليم تتعرض لأمطار تتفاوت درجة قذارتها منذ أن بدأت في الهطول هناك، حيث تعرضت مناطق لأمطار غزيرة بينما تعرضت مناطق أخرى لأمطار معتدلة. وقالت السلطات إن بعض المناطق تعرضت لعواصف ولوابل من البرد والأمطار، وإن إجمالي عدد المتضررين حتى الآن يبلغ 16,583 شخصاً. وأشارت السلطات في إقليم لياونينغ الصيني إلى قيامها بنقل 4,513 شخص إلى أماكن آمنة، وأن غزارة الأمطار تسببت في إتلاف محاصيل زراعية في حوالي 25,331 هكتارا من الأراضي.
وأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى خسارة اقتصادية مباشرة تعادل قيمتها حوالي 26 مليون دولار. ختام النشرة، اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. دعوة لمتابعة الزراعة حتى الحصاد. دعم الطلاب باللوازم الدراسية في إقليم شمال البحر الأحمر. تل أبيب تتهم طهران وتعلن إحباط عملية تستهدف إسرائيليين في قبرص. انطلاق عملية تعبئة خطنا ببلغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل. وأمريكا تخطط لبدء محادثات مع الصين بشأن اتفاقية التجارة. إلى اللقاء.